اليوم بحمد الله تعالى مع الدكتور أحمد الشعيبي، مدير إدارة الأوقاف والشؤون الدينية. دكتور، سؤال: كيف تديرون قطاع المساجد صيانة وتشغيلا وما يتعلق بجميع الخدمات المتعلقة بالمساجد؟ أهلا أهلا وسهلا أبا محمد، يا مرحبا يا مرحبا. خليني أنا أعيد السؤال مرة ثانية أو أسألك سؤال آخر. كم عدد المساجد في الظاهرة؟ طبعا وفق الإحصائية اللي موجودة معنا في برنامج المساجد 2035 مسجد. 80% منها نشر. ولو سألت سؤال آخر أيضا، كيف كان شيابنا يديروا هذه المساجد في السابق؟ من يقوم على تنظيفها؟ من يقوم على صيانتها؟ من يقوم على الاهتمام بشؤونها؟ بالمناسبة، وفق إحصاءاتنا اللي موجودة، لا تجد مسجدا قديما إلا وله وقف. جميل. المجتمع العماني ما ترك مسجدا إلا وله وقف، لأن المسجد الذي ليس له أوقاف كريتي ما شاء الله. تتدافعه الأيدي، كل واحد يتخلص من عهدته. ولكن المجتمع العماني بالحمد لله عز وجل قائم على مساجده. ويعني هذه النقطة اللي هي أن الناس تلتفت إلى المساجد عمارة، سواء عمارة معنوية أو عمارة مادية، بالتنظيف والصيانة والرعاية وإقامة حلق الذكر فيه. هذا أمر أصبح عرفا وعادة في المجتمع الحمد لله رب العالمين. جميل. ولذلك لن تجد مسجدا في عمان قديم، أنا أتكلم عن المساجد القديمة، إلا وله أوقاف، سواء سجلت أو مسجلة بأرقام حصر موجودة معنا أو لم تسجل يعرفها الناس. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، يعني الناس تظن أن هذا العدد الكبير هو كله تحت عناية الوزارة مباشرة. لا، الواقع أن أكثر من 98% من مساجد الظاهرة يقوم عليها المجتمع. وهذه دعوة أنكم يا إخوة، يا أهل هذه المحافظة الكريم أهلها، مساجدكم أغلى من بيوتكم. ما شاء الله. ولا تتركوا مسجدا إلا وله أوقاف غنية، لأن هذا المسجد الغني يظهر أثره فيه. إذا كان المسجد غني بأوقافه مباشرة في عمارته، في بنيانه، في نظافته، في سجاده. أضف إلى ذلك في أنشطته، وهذا المحور الأهم. ممتاز. جميل. معنا نعم مشاريع سنطلق بإذن الله عز وجل في هذه السنة مشروعين. مشروع واحد الوقف المشترك، وقف نستهدف فيه جملة من المساجد التي ليس لها أوقاف. نحن نسميها في عرفنا في العرف الإداري معنا المساجد الفقيرة. سنخصص لها وقف مشترك عبارة عن أسهم مجتمعية لإنشاء أوقاف مشتركة. الآن المشروع في دراسات نهائية من الخرائط الإنشائية وغيره، وإن شاء الله عز وجل سيرى النور بإذن الله عز وجل بعد رمضان مباشرة. جميل. الوقف الآخر أيضا وقف مشترك، لكن ما في الظاهرة، نسعى أن يكون في منطقة ذات عوائد استثمارية عالية، وهذا بدأنا في الدراسات والمخاطبات الرسمية للجهات المعنية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر ذلك، وسنطلقه إن شاء الله على مستوى إعلامي، وسيعرف أغلب المجتمع عن هذا المشروع بإذن الله عز وجل. ممتاز. دكتور، شوقتنا كثيرا. زين تحدثنا أكثر في هذا الموضوع ما يتعلق بالوقف والوقف المشترك والأسهم الوقفية، كيف إدارة القطاع؟ يعني هي فكرة السهم الوقفي أن سننشئ يعني مبنى تجاري، ويكون لكل مسجد سهم في هذا المبنى التجاري، ومن عوائد هذا المبنى التجاري من إيراداته نرد للأسهم المشاركة بحصصها بالمحاصصة. المتوقع أن قيمة السهم الواحد مع 4000 ريال تقريبا، عوائدها الشهرية 100 ريال، وهذا أمر يعني وفق الدراسات الاستثمارية في سوق العقارات يفوق نسب الأمان. يعني نسبة الأمان تقريبا 12% أو 10% في 10 سنوات. هذه لا تفوق هذه النسبة، ووفق دراسة الجدوى والدراسات الحالية الموجودة معنا نسبة الأمان فيها والعوائد مرتفعة جدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرى هذا النور بالدعم المجتمع عندما يقف ويتكاتف لتحقيق هذا المشروع، ستكون النتائج مبهرة بإذن الله عز وجل. إذن الآن احنا بإذن الله تعالى من كان عنده رغبة أن يتوجه إلى الإدارة، وأظن الإجراءات الإدارية متوفرة، ما كذا؟ هي نعم، يعني هنالك يعني خطوات متقدمة. يعني من أراد أن
يساهم في هذا المشروع لمسجد معين، سواء كان وكيل مسجد أو قام على مسجد أو كان من أهل الخير من أراد أن يذكرهم الله عز وجل في يوم القيامة، سنخصص يعني أسهم جاهزة. أضف إلى ذلك هنالك نقطة أريد أن أذكرها. نعم. نحن المشروع الذي سنقدمه في الظاهرة فيه أكثر من 57 وحدة. جميل. أكثر من 57 وحدة. هذه الوحدات ستقسم على المساجد وعلى أعمال البر أيضا، والمشروع الحمد لله في قيد الدراسة أو في الخرائط النهائية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرى النور وأن يوفقنا فيه وأن يخلص نياتنا له. جزاك الله خير دكتور، شكرا جزيلا. الله شكرا يا أبا محمد، بارك الله فيك.